النهارده عملت لكم وصفه كده سريعه باستخدام بذور الشبت. بذور الشبت دي اقوى ماده للتحكم في مستويات السكر والانسولين في الدم، فبالتالي سكرك مش هيعلى والتراكمي هيتظبط. طب تيجي اقول لك ازاي، واقول لك حاجه كمان بتظبط الكلى وبتظبط ضغط الدم. ده كده انت شوقتيني للفيديو، تعالي وانا اقول لك ازاي تستخدميها وتعملي الكوبايه ديت عشان تستخدميها. النهارده معانا وصفه قويه جدا، وصفة من مكونين أحلى من بعض. بيعملوا إيه؟ بينظموا السكر التراكمي وبيعالجوا مشكلة كبيرة قوي عند ناس كتير، إن هما بيظبطوا نسبة الأنسولين اللي موجودة في الدم. زي ما انتوا سمعتوا كده. يا ريت كده بس، ده بيخشوا في فوائد تانية كتير اللي هي إيه؟ اللي هي تنظيم مستوى ضغط الدم، وكمان بيحافظوا على الكليتين. يا نهار ابيض، كل الخصائص دي في مكونين دول. مش هطول عليكم، هعرفكم هم ايه وازاي تقدروا تستفيدوا بيهم على قد ما تقدروا. طب ايه بقى هم المكونين اللي معانا دول؟ اول حاجه واول مكون معانا هيكون ايه؟ هيكون بذور الشبت. زي ما انتوا شايفين دي بذور الشبت. تاني مكون معانا هو ورق الزيتون. الاتنين احلى من بعض في تنظيم مستويات السكر في الدم. طيب ايه هما؟ طيب ازاي نستخدمهم وليه هما الاتنين اقوياء في تنظيم مستويات السكر التراكمي وعلاج مشاكل السكر عموما؟ هقولك. اول حاجه هنخش بس نتكلم ندردش كلمتين عن فوائد كل واحد فيهم. ورق الزيتون ده محدش يقدر يتكلم عليه بالنسبه لفوائده. فوائده كتير جدا جدا لمريض السكري. اكتر حاجه فيها هي مفيده جدا لمريض السكري نوع التاني. طب ليه؟ النوع التاني لانها بتنظم نسبه السكر في الدم، وكمان بتظبط الانسولين. بمعنى سكرك عالي مره واحده تلاقي ورق الزيتون ده بسرعه طلع انسولين من البنكرياس عشان يتحكم في السكر العالي قوي في الدم ده. تاني حاجه بتنظم البنكرياس على افراز الانسولين بكميات محدوده. بتعالج الالتهابات. ورق الزيتون طبعا انتوا عارفين زيت الزيتون بتاعه ده لو دهنتيه على اي التهابات في جسمك بتقلل الالتهابات، وبيعالج بيجدد خلايا الدم وبيعالج الانيميا. مهم جدا في المعادن اللي بيحتاجها مريض السكري. مهم جدا برضو لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي. ده حاجة بسيطة اتكلمناها عن ورق الزيتون. نخش بقى عن بذور الشبت. بذور الشبت دي كنز لمريض السكري. بذور الشبت دي تجيبها من عند اي عطار، تقولي له انا محتاجه بذور شبت. في عشبه الشبت، هي عشبه قويه جدا للتحكم في مستوى السكر في الدم. نفس اللي بتعمله ورق الزيتون هي بتعمله، بس هي دي اجمل بكتير كمان من ورق الزيتون في حاجه، ان هي الحاجه اللي لو حصل زياده في الانسولين بتنظمه، لو حصل زياده في السكر بتنظمه، بس بطريقه احسن من ورق الزيتون. الشبت حاجه مهمه فيه ان هو قوي جدا في علاج الجهاز الكلى، بيوطي ضغط الدم، مضر جدا للبول. عشان كده في ناس بس بياخدوه عشان ينظم لهم ضغط الدم، وما كانوش يعرفوا ان هو بيظبط السكر كمان. حاجه تانية وحاجه اكيده ان بذور الشبت اللي معانا دي النهارده بتقوي الاعصاب، بتعالج من مشاكل الاعصاب الطرفيه، بتعالج الالتهابات. بس ممنوعه للحوامل. ليه ممنوعه للحوامل ورق الشبت اللي معانا ده؟ لان الشبت ده مثبت ان هو بيزود نزول الدورة الشهرية. لو حد حامل او ست حامل خدته ممكن يعمل لها اجهاض، فعشان كده ممنوع ورق الشبت للستات الحوامل. الشبت بيوطي السكر بسرعة، فعشان كده لو سكرك عالي خلي بالك قوي وانت بتاخدي بذور الشبت دي. يبقى بذور الشبت تاخديها باحتياط، يعني اللي انا هقولك عليه تمشي عليه عشان ما يحصلش مشاكل. يبقى كده حلينا مشكلة ضغط، حلينا مشكلة سكر، حلينا تنظيف الكليتين. دي حاجة مهمة جدا، وخصوصا فصل الصيف بقى بيبتدي اكل بقى للمانجا، اكل الحوادق، الحاجات دي بتجيب بقى صديد، تجيب مشاكل بقى تكوين حصوات وغيره. فانتي عن غنى بالحاجات دي، لا هاتي بذور الشبت.
جينا لنقطة حلوة قوي اللي هي طب استخدمهم ازاي؟ انا عرفت دلوقتي الاتنين اهميتهم لمريض السكر، بينظموا السكر في الدم وبيعالجوا حاجات كتير جدا. طب استخدمهم ازاي؟ اول حاجة هنحتاجها، هنحتاج كوب مية زي ما انتم شايفين، كوباية هنبتدي نغلي فيها كل ورق الزيتون. هنجيب اوراق الزيتون نكون غسلينها كويس، نجيب قد معلقة كده منها، بالعيدان دي لأ، نجيب الورق ونضيفه، انزل عليها بمعلقة بمية سخنة، وبعدين اعمل ايه؟ انزل عليها بمعلقة من الشبت، تمام، واقلبهم كويس، واسيب كل المكونات دي كلهم في قلب بعض كده لمدة ساعة. لمدة ساعة، حتى اللون بتاعها اتغير بسرعة، هو اللون بيتغير بسرعة فعلا. اعمل ايه بقى؟ اغطيهم كويس، وبعد ما اغطيهم اسيبهم مدة ساعة. بعد الساعة ديت هتلاقي الدنيا اتظبطت عندك خالص. بعد الساعة اشيل بقى الكوب اللي معايا ده، اشيله واصفي ورق الزيتون ببذور الشبت عشان اقدر استفيد بيهم. طيب اخدهم امتى؟ احلى وقت ليهم امتى؟ احلى وقت ليهم بعد الفطار وبعد العشاء. بعد الفطار بنص ساعة، وبعد العشاء هم كوبايتين بس في اليوم منها هيظبط لك الدنيا خالص، تمام؟ كوبايتين بس هتلاقي دنيتك اتظبطت وما بقاش في مشاكل باستخدام ايه؟ ورق زيتون وبذور شبت. على فكرة يا جماعة الوصفات دي كلها وصفات مستعملة وبتجيب نتيجة، وناس كتير قوي قوي عايشين عليها. بس الفكرة انك تتابع سكرك التراكمي، حصل مثلا نظرك قل تتابعيه وغيره. كل 6 شهور مثلا روحي اطمني على نفسك، تعملي سكر تراكمي، تشيك على العين، تفحصي عينك قاعين، تعملي رسم قلب ايكو على القلب، تطمني صورة دم كاملة، تشوفي الانيميا وغيره. بالنسبة للوصفات دي هتكون مفيدة معاكي وحاجات طبيعية خالص، بدل ما تشربي قهوة وشاي وحاجات من دي، لا اشربي حاجات طبيعية. في نهاية الفيديو احب اقول لكم ان الوصفات ديت ان شاء الله هتجيب نتيجة. احب بقى اشكركم جدا، والناس اللي مش متابعينا يا ريت يتابعونا عشان كل جديد يستفيدوا بيه. بشكركم جدا في نهاية الفيديو، شكرا جدا جدا لكم. ده كانت ورقة زيتون اهو زي ما انتم شايفين، لو ليه اسامي في اي دولة تانية تكتبوا لنا يا ريت. وده كان بذور الشبت، وده الكوب اللي معانا. شكرا جدا لكم.